في مقطع اليوم راح أقيم كل صفقات الأندية الأربع الكبار، أقول لكم هل هي مناسبة للنادي أو لا. صفقات نادي الاتحاد. صراحة صفقة بنزيما ما أشوف أنها كانت لازمة لأنه حمد الله موجود، لكن بالتقدم والتطور اللي قاعد يصير في الدوري لازم تطلع حمد الله وتجيب واحد أفضل منه. صفقة جدة كنا محتاجينها 1,000,000,000%. أما صفقة كانتي أشوف إنه كانتي يلعب محور مكان طارق حامد، كانتي مرة ما يلعب مكان برونو اللي طلع فجاء كانتي بداله. صراحة في الاحتياج أدي نادي الاتحاد 3.5 من 5. نادي اللي بعده نادي الهلال. عيال الهلال جاب لك صفقات يحتاجونها 1,000,000,000%. إنه طلع جانج جابوا بداله كوليبالي، وعبد الله العطيف طلع جابوا بداله برونو نيفيز، طردوا دياز وجابوا بداله خيسوس. الله صفقات في محلها فأديهم 5 من 5. أما بالنسبة لنادي النصر إلى الآن ما جابوا غير صفقتين. صفقة المدرب اللي أشوفه مدرب كويس، ما هو ذاك التوب لكن يبقى مدرب. يبقى مدرب مين؟ أقصد يبقى مدرب ممتاز. أما بالنسبة لبروزوفيتش يحتاج النصر 1,000,000,000%. كان عندك الصليهم صار عندك بروزوفيتش يقلب القوة. النصر اديهم 3 من 5. أما بالنسبة للنادي الأهلي إلى الآن وضعه غريب، ما أتموا غير مع فيرمينو، وفيرمينو ما هو من أكبر احتياجاتك. عندك السومو وعندك أمارال اللي يتوقع إنه انطرد. يبغالك مدافع، يبغالك مدرب، يبغالك أشياء كثيرة. فالأهلي صراحة اديهم 1.5. اصبر في حمار نساء مندي. الله مندي من أكبر احتياجاتك. الربيع قاعد يستهبل. شيل 1.5 ودبلها 3. الله عشان الهلوية 3.5.